فلاديمير بيسكوفيتش لا يترك أي شيء للصدفة. قام بإرسال طاقمه المساعد لمباراة الكونغو من أجل مشاهدة منتخب الكونغو، ولحسن الحظ أن المنتخب الكونغولي هو من سيواجه المنتخب الوطني في الدور الثاني من كأس إفريقيا. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا. اليوم سنتطرق لعديد من الأمور التي حدثت للمنتخب الوطني الجزائري في بطولة كأس إفريقيا 2025 المغرب. أول شيء راح نبدأ به، المنتخب الوطني سيواجه رسميا منتخب الكونغو الذي تفوق اليوم 3-0 ضد بوتسوانا، ومنتخب السنغال أيضا تفوق. تجنبنا منتخب السنغال أسود تيرانغا، ولكن سقطنا مع منتخب أيضا قوي جدا. هذا المنتخب اسمه المنتخب الكونغولي. لا نستصغر هذا المنافس. هذا المنافس فاز ضد منتخب نيجيريا، ضد الكاميرون، أقصى الكاميرون ثم أقصى نيجيريا في الملحق لكأس العالم، وتأهل للملحق. سيواجه إحدى المنتخبات ربما بوليفيا والعراق. هذا المنتخب يعتبر منتخب ناشئ متطور، عنده عديد من النجوم، يعني فريق كامل راهو من أوروبا، عنده 4 لاعبين فقط، ما همش من ولاد أوروبا، ما همش تسمى راهم تجنيس مجنسين، ماشي كي نقولوا مجنسين تسمى راهم أوروبيين ولعبوا مع الكونغو، لا هم أفارقة ولكن زايدين في أوروبا. عندهم شانزل مبيمبا، عندهم بونغويدا، عندهم صديق، عندهم عديد من النجوم، وعندهم ويسا غايب بسبب انه كان مصاب لاعب نيوكاسل. يعني هذا المنتخب لا يستهان به، هذا المنتخب يجب حساب له 1000 حساب قبل مواجهته. والمنتخب الوطني الجزائري قبل ربع الدور الثاني من كأس إفريقيا سيواجه غينيا الاستوائية غدا. هذا المنتخب غينيا الاستوائية كان واحد من أسباب التي بطلت 35 مباراة فوز للناخب الوطني السابق جمال بلماضي. كان المنتخب الوطني في الطريق الصحيح. كأس إفريقيا 2021 تعرضنا لهزيمة، وتلك الهزيمة هي سبب إقصائنا من هذيك الكأس. اليوم مدرب منتخب غينيا قال أنه يهدف للفوز على المنتخب الجزائري رغم أن الفريق مقصى، ولكنه قال كما فزنا عليهم في 2021 سنفوز عليهم مرة أخرى في 2025. هذا المدرب قال أن المنتخب الوطني الجزائري أيضا عنده دوافع وحوافز أنه يفوز على الجزائر، كون أن الفريق لم ينهزم في بطولة كأس إفريقيا هذه، وأنه المنتخب متطور قوي، وانه الدوره هذه مش حابين يخرجوا هما بصفر نقاط، لذلك حابين يفوزوا على المنتخب الوطني الجزائري. شيء اخر نتحدث عليه، قائد منتخب غينيا الاستوائيه ليس انسو هذيك المعروف، هذا القائد الثاني، لان انسو اصبح لاعب احتياطي. قال لهم هذا المنتخب الجزائري فزنا عليه 2021 تسمى مش صعيبه باه نفوزوا عليه 2022 2025 تسمى راهو يتحداو بكل في الجزائر. لذلك احنا الناخب الوطني صرح بانه سيدخل بتشكيله مغايره، سنلعب بتشكيله جديده، عندنا العديد من اللاعبين يعني اللي ممكن يشاركوا. راح نعطيكم التشكيله الاقرب الحاليين اللي راح تشارك غدوه حسب اخر الاصداء. هو تبقى المشكله في الحارس قال لك كاين اللي راح يلعب بنبوط، وقال لك اللي كان راح يبقى زيدان، ولكن بنسبه كبيره راح يلعب بنبوط. عندنا في حراسه المرمى راح يكون بنبوط، على الظهير الايمن يوسف عطال، الظهير الايسر مهدي دروفل، قلبي الدفاع ربما سيشرك تذكروا كلام جيد بن عيد وتوغاي، او انه سيترك مندي اساسي. واصحاب الخبره قال لك رايح مندي يرتحوا ويلعب توغاي وبالعيد، يعني ثنائي قلبي دفاع جديد. وسط الميدان راح يكون مكون من زرقان وزروقي، ايضا امامهم راح يكون حماد عبد الله، على الجناح الايمن حاج موسى، على الجناح الايسر سيكون بولبينا، في قلب الهجوم سيكون هناك بين قبال وكذلك منصف بكرار. والجميع يقول أن منصف بكرار سيبدأ أساسي، سيترك لاعبين لن يشاركوا في هذه المباراة، ربما إلى قبال وبركان سيدخلون في النصف الثاني من المباراة، أي الشوط الثاني من هذه المباراة. وممكن أنه راح نشوفوا لاعبين آخرين وجوه أخرى في هذه المباراة، يعني هذه التشكيلة المحتملة. يعني قال لك فلاديمير بيسكوفيتش راح يخرج 11 وراح يدخل 11، تسمى المنتخب الوطني راح يكون بوجه مغاير، واللاعبين الاحتياطيين عندهم دوافع انهم يشاركوا ويقدموا مباراة كبيرة باه يحصلوا على مكان اساسية. لذلك المنتخب الاساسي راح يكون في ورطة، ان كانت واحد من اللاعبين الاحتياطيين قدم مباراة جيدة فسوف يزاحم على المكان الاساسية. لذلك لا نستهين بالمنتخب الثاني للمنتخب الوطني الجزائري. يعني هذه الظروف اللي راح يتحطوا فيها في مباراة ليس شكلية، هي شكلية بحكم أننا ضمننا المركز الأول، منتخب غينيا أقصى تسمى راهي مباراة شكلية، ولكن المنتخب الوطني يريد الفوز، يريد التأهل ب9 نقاط. القرعة لم ترحمنا بحكم أن كنا في المجموعة الخامسة، يعني مستحيل نطيحوا مع واحد من التوالت. لذلك سنواجه منتخب الكونغو. أيضا كشفي نادي برشلونة كانوا حاضرون في المباراة الماضية للمنتخب الوطني ضد بوركينا، وكانوا يعاينون إبراهيم مازا الجزائري، يعني عنده استقطاب للأندية الكبيرة. الأندية الكبيرة تريد المواهب من إفريقيا، وإبراهيم مازا من اللاعبين اللي هم تحت الأنظار من أجل الانتقال ربما لإحدى كبار المنتخب الأندية الأوروبية. يعني إبراهيم مازا نحتاجه،
هو صحيح سيكون مستقبل الكرة الجزائرية، وهو يطرق أبواب النجومية ليس مع المنتخب الوطني، حتى مع باير ليفركوزن قدم نصف موسم رائع وأسطوري. لذلك إبراهيم مازا هو سيكون النجم الجزائري. يعني نروح للشيء الآخر اللي راح نتكلموا عليه. الناخب فلاديمير بيتكوفيتش أرسل كل من عقون مساعد الفيديو، نبيل نغيز، والمدرب الثاني للمنتخب الوطني الجزائري فريوي لمشاهدة منتخب الكونغو والوقوف على كل صغيرة وكبيرة. لذلك فلاديمير بيتكوفيتش يريد يعني تقديم كأس إفريقية في المستوى، كل شيء يعمل. يعني شفنا الحسن وين قال، تكلمت مع لاعبين في المنتخب قالوا لي راهو يشبه الفايدا لوزيتش، لا يترك اي شيء للصدفه. فلاديمير بيتكوفيتش يريد ان يمشي في هذه الكأس خطوه بخطوه خطوه بخطوه من اجل الوصول لابعد مستوى ممكن. القرعه ثاني وضعتنا في المغرب في تاريخنا، يعني نصف نهائي ممكن يتلاقى المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب المغربي في حال بقاء والفوز متتالي. ايضا في الندوه الصحفيه اللي شفناها اليوم يعني جاء فيها فلاديمير بيتكوفيتش، جاب معه رايان ايت نوري المدرب. تكلم، قلت لكم واش تكلم، قال لهم رانا نوجدوا الفريق الثاني، راح يكون فريق مغاير للفريق، راح نشارك وجوه جديده في هذه المباراه. يعني قال لهم ماناش دايرينها مباراه شكليه، ولكن مباراه مهمه المنتخب الوطني يبني عليها كل شيء في هذه المباراة من أجل رؤية الاحتياط. يعني قال لهم هذه مباراة مهمة باش نشاهدوا مدى استعداد الاحتياطيين للدخول في المنافسة. قادر تكون أي إصابة يعني ونخرجوا نحتاجوا واحد من الاحتياطيين، مثل ما حدث مع شرقي واللاعب جوان حجام. قال في هذا الخصوص، قال جوان حجام وسمير شرقي هم في التعافي، وغدوة راح تكون النتيجة النهائية، يعني إذا راح يكملوا معنا كأس إفريقيا ولا ماشي راح يكملوا. أيضا راين ايت نوري قال لهم باللي المنتخب الوطني في تطور مستمر، ورانا داخل هذه المباراة تاع غينيا من أجل أن نفوز بها، لا نستهين بأي منافس. نحن قال لهم راين ايت نوري أن راح نلعبوا مباراة بمباراة من أجل الوصول لأبعد نقطة ممكنة في كأس إفريقيا. وتحدث عن وضعيتي في مانشستر سيتي، قال لهم كل شيء اللي مضى راهو فات عليا شهرين ما لعبتش في فريقي، كنت مصاب. أيضا مع المنتخب الوطني لم أحضر في تربص، لذلك أنا في أتم الاستعداد وأنا وصلت للقوة تاعي. قال لهم حاليا أنا أنافس على مكانة أساسية في مانشستر سيتي. في المنتخب الوطني أنا جاهز بنسبة 100% من أجل الذهاب بعيد مع المنتخب الوطني في كأس إفريقيا. يعني شفنا رياض محرز أيضا قال أنه غير سعيد بسبب التذاكر، المنتخب الوطني يعيش أزمة تذاكر للجماهير، مكان الجماهير الملعب فارغ والتذاكر غير موجودة، التذاكر موجودة غالية، لذلك المنتخب الوطني يعاني بدون جماهيره، خصوصا أن الجماهير الجزائرية تنقلت وبقوة إلى المغرب من أجل مساندة المنتخب الوطني الجزائري. إذن هذه هي الحلقة تاعنا، إن شاء الله نتمنى أنها تكون نالت إعجابكم، ونتمنى أنكم تدعمونا في هذا المحتوى باه نواصلوا فيه ونقدموا لكم أفضل من هذا. شكرا لكم، نلتقي في حلقة قادمة.